تدخل ميدان التحرير. ليلى كما شاهدنا ونشاهد البعض كان يمتطي خيول ودخلت للميدان، وكان هناك اشتباك بين المتظاهرين وبين من كانوا على الخيول، وتم الإمساك ببعضهم وإسقاطهم عن خيولهم. نعم، يبدو أن محمد القصاص الآن معنا من ميدان التحرير. إذا الكلام الآن أصبح بشكل رسمي، يعني هؤلاء من يمتطي الخيول من هم؟ يعني واضح. سأترك لك أولا الكلام لأن هذا مهم الآن أن تعلق. الآن أنا أخذ ميدان التحرير شارع طلعت حرب المحط الآتي. مجموعات حاولت تدخل الانفراد لحد اللحظة من الصبح، كانوا يدخلوا مجموعات بتتجمع بشكل صغير في الميادين المحيطة بميدان التحرير زي ميدان محمد فريد أو ميدان طلعت حرب أو ميدان عبد الرياض. بعد كانت مجموعات صغيرة جدا لا يتجاوز عددها 20 أو 30 يهتفوا، وبعدين بعد ما يهتفوا يتجمعوا كأفراد ويحاولوا يخشوا جوه المسيرة، يعني بحيث ينشروا الروح السلبية ما بين المتظاهرين. كفاية كده تعبت وتخرجت الورق، لكن كان دايما المتظاهرين بيردوا عليهم ردود كثيرة وكانوا بيخرجوهم من المظاهرة. فبدأ اجتماع في مجموعات كبيرة ومن أطراف مختلفة برضه للميدان. هنا مثلا كانت في محاولة لمجموعة أنها تدخل، إلا أن المتظاهرين تدرسوا بالصفوف ونعوهم من الدخول إلى المسيرة. في نفس الوقت كان في مجموعة اخترقت من ناحية عبد المنعم الرياض. المتظاهرين قدروا إن هم يسيطروا عليهم ويخرجوهم خارج المسيرة أو يعني خارج ميدان التحرير. تجمعوا وحاولوا يحدثوا طوب وإزاز على المتظاهرين، تلقاها المتظاهرين بأيديهم وضعوها في الأرض ولم يردوا عليهم، وقعدوا يهتفوا سلمية ومحاولة ان احنا اخوات واللي هم مسؤولين عليهم. الحقيقه المجموعات ديت احنا سمعت لنا من خلال محاوله بعضهم او من خلال اعتراف بعضهم لينا انها مجموعات مأجوره من بعض رجال الاعمال والنواب في الحزب الوطني السابقين، امثال محمد ابراهيم وابراهيم كامل وحسن راتب. هذه المجموعات تجمعت واعترف بعضهم انه قبض اجور يوميه من تتراوح من 50 الى 100 جنيه لكان ينزل الى هذه المظاهرات، او بعضهم رفض ان ياخذ هذه الاموال وتضم الى المتظاهرين وتضامن معه. هذا هو الواقع الموجود الان. الواقع الموجود الان اننا المتظاهرين مسيطرين بشكل كبير وجيد على ميدان التحرير، يلتزمون ضبط النفس، ما عدا من يحاول التعتاد عليه بالسلاح، بيتلموا عليه بيقبضوا عليه وبيسلموه للجيش. عدد ميدان التحرير متزايد مش قليله. انا بتكلم عن النهارده اللي موجود في ميدان التحرير ايضا مئات الالوف. ربما من المناسب محمد، عفوا سامحني على المقاطعه، ان نترك الصوره الان تتكلم والصوت ايضا. واضح ان هناك دخول لعدد كبير من الناس الان على الميدان، اعداد كبيره، خيول وجمال ليلى وعربات تجرها خيول. نذكر فقط قبل قليل ما قاله الصحفي داود حسن الذي هو موجود في ميدان التحرير، وقال بأن ما شاهده هو أن الجيش يقف على الحياد ولا يتدخل فيما يجري بين الفريقين.